بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. معاكم حسناء. والنهاردة معانا فيديو عن اكلات بحرية. النهاردة الفيديو عن الجندوفلي. احنا عندنا في مصر بنسميه الجندوفلي، وهو بيتعرف برضو باسم تاني اسمه المحار. النهاردة هقول لكم طريقة عمله، وهعمل لكم فيديو تاني منفصل عن طريقة عمل الجمبري الاسكندراني علشان ما يبقاش فيديو طويل. اول حاجة في الجندوفلي، ده حوالي نص كيلو. هنا انا حاطة مية بتغلي على النار اهي. هبتدي اسقط الجندوفلي، مش هسلقه ولكن هقعده حوالي دقيقة على النار او دقيقتين يغلي في المية. وبعد كده هشيله على طول، وده علشان اتأكد ان الرملة بتاعته نزلت خالص، ما لاقيش رملة في بقي وانا باكل بعد كده. بعد كده بعد ما اشيله من المية المغلية، هبتدي اجهز له توم مفروم وبصلة مقطعة وفلفل اخضر مقطع وطماطم مقطعة وملح وفلفل اسود وكمون، وابتدي اسويه على النار. احط له ربع كوبايه ميه واسويه على النار، ودلوقتي هتشوفوا معايا هنعمل ايه. هنا خلاص الجندوفلي خلاص غلي دقيقتين، وانا هبتدي اصفيه في مصفى كده. في بعضه بدأ يفتح، معلش اعذروني عشان البخار جامد قوي وجه على العدسه اهو كده. انا ابقى متأكدة ان ما فيهوش اي تراب او رملة او اي حاجة. بعد كده هنبتدي بقى نجيب الحلة النضيفة ونحط فيها شوية زيت وتوم وبقية الخضروات اللي هقول لكم عليها دلوقتي. انا كده حطيت الجمبري اهو في الحلة. سوري ال المحار اللي هو الجندوفلي. وهحط له شوية زيت ذرة. هو كده خلاص بعد ما اتغسل واتصفى كده احنا ضامنين ان هو ما فيهوش خلاص اي نوع من انواع التراب او الرملة او اي حاجة. وهنزل عليه بقى بالخضار. عندي طماطم مقطعة وفلفل اخضر مقطع وبصل مقطع، كله مقطع جوليان او شرايح كبيرة حلقات كده. انزل بيهم كلهم كده مرة واحدة واقلب كده مع بعضه، وانزل بالتوابل. التوابل عندي عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر ومعلقة كبيرة توم مفروم. انزل بيهم كلهم على بعض. يعني مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي بصراحة، رائعة رائعة رائعة. هقلب كده وبعدين هجيب ربع كوباية مية واحطها عليه، يعني من ربع لنص كوباية مية كده. يعني تقريبا قد كده، واحطها عليه. وهغطي عليه واسيبه من 10 دقايق لربع ساعة ياخد ويدي مع الخضار والتوابل. وبعد كده هفتح وهتأكد ان هو استوى منين. هلاقيه كله فتح، هاخد واحدة اجربها ادوقها، لقيته استوى بطفي عليه واغرفه في الطبق. وبعد كده بعصر عليه الليمون. طبعا الليمون دي حاجة اختيارية للي يحب. في ناس ما تحبش بالليمون، بس هو اساسا لازم يتحط عليه ليمون، لان الليمون كمان مضاد لاي حاجة مش حلوة وكويس جدا، وبيخلي كمان طعمه شهي. وكده خلاص استوى معانا اهو.
طبعا الميه اللي فيه دي شوربه سي فود روعه يعني، ممكن تتشرب. وانا هطفي عليه النار، هو ما خدش اكتر من ربع ساعه على النار، فهبتدي اغرفه كده. شايفين بقى كله مفتح ازاي ومستوي. طبعا بيتغرف بالخضار بالحاجه اللي فيه كده، وبنعصر عليه الليمون وبناكله بالهنا والشفا عليكم يا رب وعلينا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، اتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها، ومستنية تعليقاتكم ومستنية رأيكم. وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.